كانت الناس عم تصلي فيه. نعم. دخلنا قبضنا على الناس، جينا على واحد من بيناتهم، ايش بتشتغل انت؟ شو عملك؟ قال انا دكتور. فواحد من اصدقائنا نسال الحربي ومباشره، دكتور ايش؟ قال له دكتور ايش؟ قال له دكتور عيون. فنسال الحربي مباشره وقلع عيونه. كنا نجيب المشايخ اللي دقنهم طويله نحرق دقونهم بالقداحات ونشوه وجوههم ونضربهم بالاخمص هذا إجرام إذا هذا إجرام. نعم. نعم. القضية إذا لم تكن قضية أنكم خدعتم أو كنتم يعني أوصل لكم الضباط أو كذا معلومات خاطئة. هذا إجرام من نفس الإنسان. طبعا أنا ما حكيت، ما قلت لك إنه مشان أبرر الإجرام اللي حصل. الإجرام اللي حصل يفوق التخيل. يعني أنا عم بحكي لك حكي، ولكن الشوف غير شيء. نعم. الشوف التمثيل بالجثث والقتل والإرهاب والعذاب والاغتصاب والنهب والنشل والتدمير وسفك الدماء لا يصدق. يعني كنا ندخل على بيوت ناخذ 14 شخص من عائلة واحدة. يعني ندخل على حارة واحدة نجمع 400 500 شخص ونحط نعدمهم. كلهم أبرياء، كلهم أبرياء، ناخذهم من بيوتهم. حتى في منهم زائرين يعني من المحافظات الأخرى. حتى في منهم ضباط، منهم حزبيين، منهم في المخابرات، منهم محاميين، منهم طلبة، منهم بالجيش. فما كنا نفرق ولا كنا نسأل أسماء ولا نقول له طالع هويتك. فورا ندخل على البيت نطالع الناس ونعدمهم. فهذا الحديث بحكي لك تبع الجامع، بعد ما نكسر لهم احناكهم ونضربهم على رؤوسهم في البواريد وكذا نخرجهم لبرا ونعدمهم. طبعا أنا أشهد الله علي أنني لم أذي إنسان ولم أضرب رصاصة ولم أقتل إنسان ولم أعدم إنسان، الحمد لله، ضميري مرتاح الحمد لله. فكنا بعد ما يعني نحرق الناس ونضرب الناس ونقلع عيونهم ونطالعهم لبرا ونعدمهم بدون سؤال. 60 سنة 70 سنة 80 سنة عم بيقروا القرآن عم بيصلوا فقط. هدمنا أكثر من 55 مسجد في مدينة حماة. ما بقى في بيت وما بقى في مدرسة إلا دخل رصاص. ما في بيت إلا دخلناه وعدمنا من العائلة 3 أو 4 أشخاص. عائلات كثير حاليا في حماة حتى الآن ما عندهم شباب. وطبعا في ذاك الوقت بتذكر لما كنا نعدم الناس، هذا كان أبشع منظر لي وأسوأ شيء. طبعا هي كل المناظر بشعة وسيئة جدا وتأثرت فيني، ولكن أبشع منظر كان يأثر فيني إنه لما نعدم الناس ونرحل من شارع إلى آخر يطلعوا أطفال صغار عمرهم 3 سنين 5 سنين 7 سنين مع أختهم مثلا عمرها 12 سنة 13 سنة أو مع أمهم مثلا أو نانتهم، ويقربوا على الجثث اللي معدومة ويطلعوا على ابوهم الاطفال الصغار، يعني يصيحوا وينه بابا وينه بابا وعببكوا الصغار، يعني اطفال 3 سنين 4 سنين 5 سنين بابا بابا وعطلوا على ابوهم يعني. والام عم تبكي وعم بتطلع، عم بتدور دور مدارات الجثث وعم بتطلع وين صار جوزها وين صار اخوها وين صار ابنها. فهمت علي كيف؟ هذا المنظر كان جدا مؤثر يعني.